السلام عليكم، يا رب تكونون بخير وصحة وعافية وتشوفون هذا الفيديو. الله يعطيكم راحة البال ويرزقكم بالرزق الحلال. هنا أنا بعد ما انسلق اللحم ما خليت الماي مالته كلش يقرب، بقى من عنده ماي، أخذت من عنده بكاسة أو طاسة. هنا اللحم خلص ماي فحطيت بصل وثوم. طبعا أنا حاطة لحمة بعظم، ما خالي لحم بشرح، لأن أول شي إحنا عددنا قليل، ثانيا الموجودين كلهم وهالقد ياكلون اللحم. هنا هاي طماطة همين راح أسويها بالخلاط، أخلطها بالخلاط. هنا ماي اللحم راح أخفف المعجون بيه، مرات لا، هذا ماي اللحم أمرق بيه المرقة أو الفاصوليا، بس هالمرة لا، خففت بيه شو اسمه المعجون. هنا بعد ما خلطت الطماطة وحطيت الفاصوليا حمستها ويا البصل والثوم واللحم، حطيت ماي الطماطة صفيته. طبعا حبيباتي أبدأ أقولكم فد شغلة، أنا مقتطفات صورت، يعني مو كل شي، مجرد مقتطفات، لأن ما أروح مكان أستحي أصور، يعني بس تجي أختي أو يطلع أبوي من غرفته أوقف التصوير. بس هنا نبحت بالمطبخ. وطبعا من ساعة ما راويتكم ماي اللحم شفتوا بصفى فاصوليا، هاي اكو فاصوليا لقيتها بالمجمدة، واحدة من خواتي يمكن من جاية يم أبوي زايد عندها فاصوليا مسلوقة فضمتها. احنا أبوي عايش بوحدة، وواحدة من خواتي عايشة قريب عليه بشقة. هنا أنا وأنا جاي أطبخ إجت أختي من شقتها وجابت لي مسوية قهوة، مو قهوة مرة، لا والله كانت قهوة طعمها طيب، يعني ما كانها قهوة مرة أعتقد، ونسيت أسألها صراحة. هنا بعد ما فار ماي الطماطة، أنا أحب ماي الطماطة تروح الرغوة منه كلش، الرغوة اللي أخليه المعجون. وهنا هاي التشريب مال اللحم ضفت لها من طماطة قصيتها بالنص وذبيتها. شيل هاي الرغوة تبقى الزايدة. حطيت المعجون هنا، بس الدخان صار على الكاميرا فما مبين عدل، وأتركها تقريبا هيك ربع ساعة تفور إلا أمرقها. هنا هم إجت رجعت لي أختي جايبة الفنجان مالتها. هاي المعتاد اللي تعرفينه، انتي مهمومة ومغمومة. طيني يا ما أدري انحلن عيوني. هاي البوابة الأحلام، بوابة أحلامك هاي. دخلة هاي مال العروس. بس حلوة ترى والله، خوش فكرة. منو حطاها؟ بس خوش فكرة. غير عليها يصير وقت يصير لك تصير تطبق. اي هيجي. نعم. ما دا يعيش هنا. منين شمس قوية؟ شاف الشمس ما تبقى بيها شي، ممكن. كم بايستك كذا سدا أحسب أنا ودي السوق البصة ياخذون. هنا أنا بعد ما فارت ربع ساعة بالمعجون وماي الطماطة مرقتها، حطيت لها ماي ووقفتها على نار ناصية. وهنا أنا طبخت التمن وسويت الزلاطة همي.
المرقة بس توصل لهاي المرحلة يصير هيجي على وجهها معناها هي تمام، وكلش أبوي عجبته وقال عاشت إيدك فد شي، حتى من عجبه قال مثل ما أحبه. هنا ورا ما تغدى وكمل عليه بألف عافية، مسحت ميز الطعام وكفيت المطبخ وشنو موجود بالمطبخ، غسلت كل المواعين ورجعت لبيتي. طبعا أنا رحت الثلاثاء الصبح ورجعت الأربعاء العصر. هنا أنا بعد ما وصلت للبيت لقيت أبو حسوني جايب هاي الزرعة كلش حلوة، ومن تلزميها بيدش تطلع ريحة طيبة. طبعا أنا ما أعرف إلها، خليت الجهال يهتمون بيها، يمكن ما أهتم بالزرع يموت، الصراحة ما أعرف أهتم بيه. بعدين ورا ما تعشينا وهاي بالليل أنا والرجال عبرت المرت حماي. طبعا مرت حماي هم قريبة علي، نفس البيت يعني، هي بشقة وأنا بشقة. فرحنا قعدنا نعود جلسة استجمام. بس الجهاز صراحة صياح وهوسة ما خلونا حتى يعني شوية نقعد مع نفسنا نستمتع. سويت لي كابتشينو قعدنا شربنا. سلامكم ألف عافية.